مساء الخير، جايبالكم النهاردة طاجن رز بالفراخ في الفرن حقيقي وهمي وطعمه خرافة حلو جدا، هيعجبكم هتنبسطوا منه. شايفين الرز ازاي طالع مفلفل وطعمه وريحته حكاية. الفراخ كمان مستوية جدا. تعالوا نشوف ازاي هنعمل الطاجن اللذيذ ده مع بعض. في طاسة هنحط معلقة كبيرة سمنة أو زبدة ومعاها شوية زيت، وهنسيبها لما تسخن كويس جدا جدا عشان لما نيجي نحمر الفراخ ما تنزلش ميتها معانا. بعد ما الزيت والزبدة يسخنوا كويس جدا هنبدأ ان احنا نضيف الفراخ. انا بحب دايما اعملها بوراك الفراخ، لكن لو في حد بيفضل الصدور ممكن يعملها بصدور الفراخ او يقطع البانيه شرايح ويعملها بشرايح البانيه. هنسيبها لما تتحمر كويس من تحت، وبعد كده هنبدأ نقلبها علشان تتحمر من الناحية التانية. وطبعا الطاجن ده ممكن يتعمل باللحمة عادي او بالحمام عادي، لكن في حالة اللحمة والحمام طبعا لازم ياخدوا غلوة ويتسلقوا قبل ما نحطهم في طاجن الرز، عشان اللحمة والحمام مش هيستووا مع الطاجن. هنطلع الفراخ بعد ما تتحمر من الزيت ونبدأ نحمر كل الفراخ اللي موجودة عندنا بنفس الطريقة. مكان الزيت اللي حمرت فيه الفراخ هنحط بصلتين كبار مفرومين حلوين كده. البصل بيطعم الرز وبيخلي طعمه احسن، فحطوا حطوا بصلتين كبار حلوين كده مفرومين، وهنقلبهم مع الزيت والسمنة لحد ما يتبلوا. مش عايزينهم يغيروا لونهم ولا يصفروا ولا يحمروا، بس ميتهم تنزل ويتبلوا. بعد ما يدبل البصل هنضيف له كوبايتين عصير طماطم ونص كوباية مية ونقلبهم مع البصل. انا عندي عصير الطماطم بكون مسبكاه من قبلها فما بياخدش معايا وقت على النار، لكن طبعا لو الطماطم معصورة فريش لازم نسيبها شوية على ما تتقل. وبعد كده هنضيف التوابل بتاعتنا. هنضيف معلقة ونص صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة كمون مطحون، ومعلقة صغيرة كزبرة مطحونة، ومعلقة صغيرة فلفل اسود مطحون، ورشة حبهان. بس دي التوابل اللي هضيفها في طاجن الفراخ. وهضيف كمان رشة شطة لو احنا حابين الرز يكون حامي شوية، اللي ما بيحبوش كده ما يضيفش. لو انتوا عاملين الطاجن باللحمة ممكن تضيفوا كمان رشة جوز الطيب. هنقلب التوابل دي مع الصلصة وكده تبقى الصلصة بتاعتنا جهزت. هنضيف كمان مع الرز بطاطس متقطعة مكعبات، هنقطعها صغير بالشكل ده عشان تستوي في الطاجن، وهنحمرها تاخد اللون الأصفر في الزيت، وبعد كده هنصفيها. ما بنخليش لونها يغمق قوي، بس أول ما لونها يصفر كده خلاص هي بتكمل سوا في الفرن. ده الطاجن بتاعنا. هنحط له نقطتين زيت كده من تحت وندهنه بمسحة زيت كويس من القعر ومن الجناب، وبعد كده هنبدأ نضيف المكونات بتاعتنا. هنحتاج كوباية ونص رز مغسولين ومنقوعين لمدة تلت ساعة قبل ما نحطهم في الطاجن، وهنحط عليهم البطاطس اللي احنا حمرناها. انا الطاجن بتاعي بيضاوي زي ما انتوا شايفين كده. لو الطاجن اصغر من كده بنحط كوباية واحدة رز عشان ندي مساحة للرز لما يستوي ويزيد. هنضيف الصلصة للرز والبطاطس ونقلب كويس جدا بحيث ان يبقى الرز والبطاطس كلهم اتشربوا من الصلصة. وبعد كده هنضيف المية بتاعة الرز. المية بتاعة الرز انا هنا هحط كوباية واحدة مية سخنة علشان نعمل حساب ان الصلصة فيها مية. وبعد كده وهو في الفرن اذا احتاج مية تاني بنضيف نص كوباية كمان. يعني ما نزودش في المية بتاعته لان اصلا الرز منقوع والصلصة فيها مية، فعشان ما يطلعش معانا معجن. هنرص قطع الفراخ على وش الطاجن بالشكل ده. وطبعا بعد ما نرص الفراخ فوقيها التوابل بتاعتها بقى ملح وفلفل اسود ورشة حبهان، اي توابل انتوا بتحبوها على وش الفراخ وهي في الفرن. وهنغطيها بورق فويل وندخله الفرن. فرن سخن يا جماعة على درجة حرارة 200. الطاجن بيقعد في الفرن تقريبا ساعة. بنسيبه في الفرن نص ساعة الأول، وبعد كده بنطلعه نبص عليه نشوف محتاج مية ولا مش محتاج. لو محتاج مية بنضيف له نص كوباية مية كمان، لو مش محتاج مية خلاص بنسيبه في الفرن يكمل الساعة. وبعد كده بنفتح عليه الشواية عشان ياخد لون من فوق. ده شكل الطاجن بعد ما طلع من الفرن. حقيقي شكله وريحته تحفة. اتمنى انه يعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو، ولو انتوا اول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديدة.